عوينة الحجاج، الحي الشعبي القريب من حي النرجس بمدينة فاس، عاش ليلة من الخوف والهلع بعد اشتعال النيران في المقبرة المحاذية لحي عوينة الحجاج، حيث بعض المصادر تحدثت على أن أحد المشردين أضرم النار في تلك المنطقة بمحيطها، وبحكم أن هناك أوراق جافة وأشجار جافة امتدت النيران بشكل سريع إلى أن هددت مدرسة محاذية وقريبة، لكن تدخل بشكل فوري شباب ومتطوعين الحي عوينة الحجاج فقاموا بمحاصرة تلك النيران وحيدوا الخطر. فعلا كانت ليلة صعبة على سكان عوينة الحجاج، ومناشدة للسلطات أن تقوم بجمع هؤلاء المشردين الذين أصبحوا يشكلون خطرا حقيقي على سكان الحي بسلوكياتهم.